شعوره ايه من اخر كلام دار ما بينكم؟ يلا حطوا طاقتكم على الورق وسموا الله وبسم الله. الشخص ده من اخر كلام حصل ما بينكم وهو حاسس ان هو عايز يستقر معاك ويعيش معاك، مع انك وضحت له هنا قد ايه هو مش كويس. يعني انت هاجمت الشخص ده بطريقة جامدة جدا وقلت له ان هو طاقة سامة وان هو عمل وسوى، وعاتبته عتاب شديد هنا. الشخص دوت واضح جدا ان انت هاجمته مهاجمة جامدة جدا، ووضحت له قد ايه هو كان توكسيك في العلاقة دي، وقد ايه كان مؤذي في العلاقة دي، وقد ايه كان في استقرار وحاجات كويسة جدا وهو اللي ضيعها بطريقته. وضحت له امور كتير قوي هنا، ممكن تكون ما واجهتوش قبل كده او ما اتكلمتش معاه بالطريقة ديت قبل كده. الشخص دوت انت وضحت له ان كان في حب كبير والعلاقة ديت انتهت، او يعني الحب دوت انتهى بسبب ان هو كان في طاقة الديفل هنا، كان توكسيك دايما في العلاقة دي. هي يعني كان دايما مضيع الحب هنا بطريقته وباسلوبه والاستقرار، بفتافيت الحب والاهتمام والوقت هنا، بالمعاملة السيئة، بالمشاكل. انت خلاص زهقت المشاكل، وضحت له ان انت خلاص زهقت المشاكل وعايز تبدأ مراحل جديدة، وانك انت استحملت كتير وتنزلت كتير وجيت على نفسك كتير هنا، وصبرت وقبلت واديت فرص واستحملت. خلاص انت قدمت كل حاجة عندك، خلاص مش هتقدر تقدم اكتر من كده، زهقت المشاكل، تعبت، عايز الراحة بقى، عايز تبعد عن كل ده وتقعد في راحة شوية، عايز الاستقرار هنا، عايز الهدوء، عايز هنا يبقى يعني نفسيتك احسن من كده في العلاقة دي. خلاص اكتئبت وحزنت وخلاص مصدوم، يعني مش عارف تعمل ايه اكتر من كده عشان تحافظ على العلاقة، هي منهارة بالفعل بسبب الطريقة دي، بسبب الاسلوب التوكسيك هنا. ممكن تكون اول مرة تتكلم هنا، او اول مرة تتكلم بالطريقة دي، خلاص مش باقي على حاجة بقى. كنت بتحاول تحافظ على العلاقة ديت بكل طريقة، دلوقتي خلاص ايه، مش هتقدر تحافظ عليها اكتر من كده، انهارت العلاقة برضه. يعني منفعش من طرف واحد بس يكون التصليح، خلاص انت مش قادر تستحمل الضغوط ديت والظلم والرابطة اللي هي مؤلمة. الرابطة اللي هي المؤلمة ديت ممكن يكون هنا هوت، يعني انت لسه بتحبه ومتعلق بالشخص دوت، يعني انت بتقوله ان انت لسه بتحبه ومتعلق بيه، بس انت مش قادر تتعامل مع الظروف والاسلوب ده. خلاص انت تعبت وارهقت، في استنزاف هنا كبير للطاقة وللحب وللمشاعر هنا، والتعلق بقى مؤلم، في خساير، خسائر كتيرة، خذلان، القلب مليان خلاص خذلان. خلاص انت مش عايز تكون مع الشخص دوت اكتر من كده، عايز يعني هو خلاص جبرك على الرحيل، يعني انت هنا بتطلب الرحيل خلاص. بتفكر جدا ان انت تعبت التلاعب والاسلوب ده، خلاص الاسلوب التوكسيك ده انت تعبت منه. التلاعب بقى بأي طريقة، بالمعاملة المش كويسة، بان مفيش مسؤولية. الشخص ده ممكن يكون كان مش شايل المسؤولية، رمي عليك الحمول كلها، مش شايل قلبك الهم، متعدد العلاقات، عنده علاقات هنا ممكن تكون جسدية، زواج عرفي من حد تاني. يعني خلاص انت ارهقت جدا من الطريقة دي، يعني عملت نفسك كتير مش شايف، وغمضت عينك عن حاجات كتير قوي قبل كده، لكن خلاص ما عدتش قادر، خلاص قلبك خلاص اتوجع. فين الحب بقى؟ فين الحب؟ يعني اذا كنت صابر كنت فاكر ان في حب هنا، كنت فاكر كده، لكن دلوقتي خلاص انت مدرك كويس قوي مين ده. ده كأن شخص مش هو الشخص، في غموض هنا. يعني قد تكون بتسأل نفسك، يعني هو الشخص ده حبني في يوم من الايام؟ انت واجهته بقى بكل الكلام ده. انا مش شايفة حب هنا، مش شايفة العلاقة الاولانية، مش شايفة يعني ان انت ليك لازمة في حياتي، حياتي كلها في النازل بسبب وجودك، طاقة سلبية، طاقة سامة. مش قادرة اعيش على الاسلوب دوت اكتر من كده، في طاقة رحيل هنا، مشاكل، خناقات، صراعات، تتخانقوا مع بعض، في هنا مشاكل، قلتله كلام كتير، طلعت بقى اللي جواك كله، من مشاكل هنا، من زعل، من حزن، من صراعات، هنا جواك صراعات كمان داخلية كتير. ممكن تكون كنت خايف تتكلم لا تخسر العلاقة دي، انت كنت خايف تتكلم لحسن الشخص ده يرحل بعد كده، خلاص بتقوله ارحل، وانا خايفة على ايه، ارحل. انت واجهت الشخص ده، الكلام هنا كان فيه مواجهة كبيرة، كان فيه انتظار كتير، قعدت ساكت كتير، مستني حاجة تتغير، مستني حاجة تحصل كويسة. خلاص بتحاسبن على الشخص ده، بتدعي عليه، مش مسامح، عايز حقك من عند الله هنا، عايز ربنا يعوضك عن اللي حصل.
الشخص ده يعني كان بيتعامل ببرود وبيستكبر عليك، وكان ممكن معاه فلوس ومش مش بيديك الفلوس اللي انت تستحقها، مش بيصرف كما يجب، وكان شايف نفسه عليك برضو من ناحية الماديات والعواطف، وكان شخص بتاع مصلحته، وشخص يعني بيفكر بعقله بس ما عندوش قلب ولا مشاعر هنا. يعني تعبت معاه جدا. بالظبط، العلاقة منتهية هنا أصلا. شخص مش مسؤول، مش ملزوم، عامل زي المراهق هنا، بيجري يشوف نفسه ويشوف حياته ويشوف حكايته وبيفرح بقى، يرتبط بحد تاني، يعرف ناس تانية، يعني يروح يسافر، يتفسح، يخرج، يجيب لنفسه. يعني في هنا أنانية كبيرة على حساب الست هنا ممكن. يعني الست هنا هي اللي كانت شايلة الهم كتير، يعني على حسابها، مش شايلها الهم، مش شايلها المسؤولية هنا. خلاص يعني حاولت تصلح كتير، حاولت تصلح كتير وتلحق العلاقة ديت بأي طريقة. يمكن في أولاد هنا، يمكن في هنا ارتباط وأولاد واستقرار. طبعا في ناس هنا كتير بتسمع ودي طاقة عامة هنا، بس في هنا يعني خلاص الست حاولت ترمم البيت كتير قوي، أو ترمم في العلاقة دي لحد ما انتهت خلاص. يعني مفيش هنا حب ولا ود ولا رحمة ولا جفاوة، بس وقساوة وبعد. يعني الشخص ده بعيد وبيعامل أي حد أحسن منها. الشخص ده كان بيقدم لأي حد الحب والاهتمام، وهي لأ، هي ما كانتش شايفة منه أي حاجة هنا. في تفكير هنا كبير، في تفكير هنا بعقل هنا، بنضوج كبير، إن خلاص هي واخدة العشر سيوف، أو في هنا الشريك واخد هنا العشر سيوف. خلاص العلاقة دي توكسيك جدا، يعني مؤذية، علاقة مؤذية. يعني العلاقة دي عشان هي تصبر عليها دفعت يعني من عمرها كتير. في هنا عشرة وفي هنا سنين، دي علاقة بقالها مدة، فيها عشرة هنا وفيها سنين، والخسائر كتيرة. يعني في ناس خسرانة هنا من شبابها، من صحتها، من عمرها، من جمالها، من أحلى أيام عمرها، يعني في العلاقة دي. لأول مرة بيختاروا نفسهم، كل مرة كانوا بيختاروا العلاقة ديت علاقة توكسيك، وكانوا بيمسكوا فيها ومش عارفين يخرجوا هنا من فخ نرجسي. أول مرة بقى يختاروا نفسهم، أول مرة خلاص، بعد توهة كبيرة، بعد ما كانوش يعني مش عارفين يعملوا حاجة، دلوقتي مش عايزين يجازفوا أكتر من كده. انت شخص خلاص مش عايز تجازف أكتر من كده، هو ده اللي انت قلتهوله. كفاية عدم توازن، خلاص انت عايز تعيش كويس، كفاية عدم رضا. بتقوي قلبك هنا، انت بتقوله خلاص انا حتى لو بحبك مش عايزة اكمل، انت حيرتني، ودايما مش انا اللي كنت في طاقتك، دايما كان اي حد غيري، دايما ما كنش الاختيار، اي حد تاني كان اهم، اي حد تاني كان افضل، اي حد تاني كان ليه اولوية، انا لا. انت واجهت الشخص ده ووضحت له امور كتير قوي، مش هتشوف حب تاني مني ولا اهتمام، عايش لوحدي افضل، عايش لوحدي افضل. انت هنا تمسكت على قرارك، لو روحك في الشخص ده مش ترجع له، انت لوحدك افضل. بتقول له انت يعني انا لوحدي، عايش لوحدي لاخر العمر افضل من ان انا اعيش مع حد يعني بيستنزفني بالمنظر ده. حتى التعلق هنا خلاص مش مهم، حتى الحب والتعلق هركنهم على الرف. ممكن يكون اللي قلقك هنا مربطك الاولاد، لو في اولاد هنا ده اللي قلقك ومربطك هنا. بتفكر ازاي تحقق لهم الاستقرار بعيدا عن النصيب ده. انت كنت بتتمنى الشخص ده صحيح من نصيب، دلوقتي لأ، دلوقتي عرفت ان هو عمره ما هيحقق لك اي حاجة، وكمان خسرت معاه اهم حاجة، خسرت نفسك. خلاص مش عايز حاجة انت من الشخص ده، خلاص انتهى. ترمي الحب ورا ظهرك، دلوقتي عندك مخاوف منه، مفيش ثقة. يعني اسلوبه نرجسي باين قوي، اسلوبه هنا نرجسي. خلاص ده شخص نرجسي توكسيك، ما بيعملش اي حاجة، عايزك انت اللي تصلح، وانت اللي تجري وراه، وانت اللي تشيل المسؤولية، وانت اللي تحب، وانت اللي تهتم، وانت اللي تستحمل، وانت اللي تتنازل، وكل حاجة. يعني ناقص ايه؟ انت حبيت الشخص ده فعلا وقلت له كده، انا حبيتك بس خلاص مش عايزة تاني، مش عايزة تاني اكمل في العلاقة دي، انا دلوقتي عايزة انفد بجلدي بقى، مش مهم الحب. البدايات الجديدة مع شخص نرجسي ملهاش قيمة، هترسى برحيل برضه. اي بدايات هنا مع شخص زيك هترسى ان انا بضحك على نفسي، وبرضه هتبقى رحيل، فرحيل برحيل، امشي من دلوقتي، هخسر ايه اكتر من كده؟ دور على نفسك دلوقتي. هو بقى خليه علاقاته، وخليه طريقته، وخليه اسلوبه الطفولي والانانية بتاعته. خلاص انت دفعت من عمرك كتير، من شبابك كتير، من نفسك كتير، بتحط مسافات هنا خلاص. ممكن تكونوا كل واحد في بيت هنا، يعني حتى لو انتوا متزوجين، يعني حاجة من الاتنين، يا الا كل واحد في بيت هنا، يعني في هنا حد غضبان او كده، او ان انتوا هنا حتى لو في بيت واحد كل واحد في حاله،
ما حدش يعرف عن التاني حاجة، مفيش مشاعر هنا، في فجوة كبيرة بينكم. دلوقتي القيمة ديت لنفسك، انت بتقول انت دلوقتي عرفت قيمة نفسك خلاص، مش هتيجي على نفسك تاني، مش هتسبب في كسرة قلبك تاني كده. هتشوف حياتك وتبقى زيه، تروح تشوف حياتك وتفرح وتسعد وتعوض نفسك وترجع زي ما كنت، تستعيد نفسك هنا. انت بتقول الشخص دوت او واجهته ان انت خلاص مش هتستسلم اكتر من كده للاسلوب ده، هتتنقل بقى، هتعمل شخصية جديدة لنفسك، هتعمل نسخة جديدة بعد ما كان قلبك كده، لا هتبقى كده. حد سعيد، حد شايف نفسه، حد عايز يرجع زي ما كان، حد مستقل هنا، هيحقق لنفسه كل حاجة حلوة. الوفرة اللي كنت بتديها للشخص ده هتديها لنفسك، هتحب ذاتك، الحب لذاتك خلاص، الحب والاهتمام لذاتك هنا. هترفض، طب هترفض ايه يا ترى؟ هترفض واحد متعدد العلاقات كل يوم مع حد شكل، هترفض كده. ده اللي سبب لك الحزن، يعني بعد ده كله كمان ما انتش انت اصلا الشخص اللي هو عايزه، يعني حاسسك دايما ان مش انت الشخص اللي مالي عينه. انت رافض كده خلاص، رافض الاسلوب ده، رافض بقى بواقي حب واهتمام، رافض حد هنا هو يعاملك ماديا وعاطفيا يعني ومعنويا وطاقيا وحش، ويقلل منك في كل نفس، يقلل منك في حبك، في وجودك، في شخصيتك، في قيمتك، في العلاقة اللي ما بينكم، في العشرة اللي ما بينكم، في السنين اللي ما بينكم. حتى هو ما بقاش في نظرك حاجة أقل من نظرك هو كمان، خلاص. ده زواج كان فيه اختلافات كتيرة جدا بينكم وبين بعض، لا هنقول في الجنسية ولا الديانة ولا السن ولا المستوى المادي ولا الاجتماعي، في الشخصية، في الأسلوب، في المعاملة. خلاص العلاقة دي انتهت بسبب سوء المعاملة، بسبب المعاملة التوكسيك هنا. أتمنى لكم الخير جميعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا لحسن المتابعة.